السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بإذن الله هنكمل مع بعض شرح مادة مبادئ المراجعة، وده الفصل التاني. عندنا المقدمة بتتكلم عن ايه؟ عن الفصل التاني، وهو بتاع مبادئ علم المراجعة. يبدأ بقى يقول لي ايه الفروض والمفاهيم والمبادئ والمعايير بتاعت ايه علم المراجعة. فقال لي ان مراجع الحسابات لازما ان هو قبل ما يتخذ القرارات بيكون دارس الفرضيات والمفاهيم والمبادئ والمعايير. فأول حاجة هنبدأ في الفصل وهي ايه؟ فرضيات المراجعة. فقال لي ان الفرضيات دي هي معتقدات ومتطلبات سابقة وأساسية بتعتمد عليها الأفكار والمقترحات. طيب الفرضيات دي زي ايه؟ قال مثلا ان ما يكونش في تعارض محتمل ما بين مصلحة المراجع بتاع الحسابات ومعطي المعلومات. وتاني فرضية اللي هو ايه؟ ما يكونش في تعارض بين المراجع ومعطي المعلومات المالية، عشان ما يكونش في نزعة شك. مش احنا في الفصل الاولاني قلنا ان المراجع ده لازم يكون شخص محايد ويكون خارج من المؤسسة، وما يكونش في ما بينه وما بين اي حد سواء تصالح او تنازع. نفس النظام هو بيقول هنا، يكون مفيش يعني احتمال ان يكون في تعارض للمصالح، تمام، وما يكونش في تعارض ما بين المراجع زي ما ايه مشاكل او حاجه، عشان ما يكونش في ايه، عشان ما يكونش في نزعه الشك ايه المهنيه. طيب تالت حاجه، قال لي ان المراجع بيتصرف كمراجع فقط، يعني المراجع جاي يراجع بس، لكن لا صاحب فلان ولا جاي مثلا يطلع على حسابات تانية خاصه بالشركه. هو صاحب المؤسسه او المؤسسين نفسهم بتوع الشركه جم خلاص اختاروا فلان عشان يراجع الحسابات، هيجي يتعامل كمراجع فقط. قال لي برضو ان المراجع بيلتزم بالتزامات المهنة ايه المحددة او القابلة للتحديد. خامس حاجة وهي ان المزاعم او النتائج الاقتصادية بتاعة المؤسسة اللي بيتحقق منها مين؟ هو برضو المراجع. سادس حاجة هو نظام الرقابة الجيد. بمعنى كده ايه؟ لو انا عندي الرقابة بتاعة المراجع كويسة جدا ان هو بيراجع على الحسابات والمعلومات المالية اللي انا بعطيها له، معنى كده ان المعلومات اللي عندي هقدر ان انا اعتمد عليها واتخذ ايه قرارات هامة بالنسبة للمؤسسة. العرض العادل او الصادق، تمام، يعني ايه؟ يعني ان انا استخدم مبادئ المحاسبة المتعارف عليها والمعايير بتاعتها كمراجع ايه حسابات. يبقى كده انا عندي كام فرض؟ ان عندي كده 7 فروض. اول حاجة ان انا ما يبقاش في احتمال في مصالح، ما يبقاش في تعارض ما بيني وما بين ما بين اللي بيدي المعلومة وما بين المراجع، وكمان اتعامل كمراجع بس، كمان التزم بالالتزام بتاع المهنة والاساسيات بتاعة المهنة، وان انا يكون في نظام رقابة جيدة، واكون عندي عدل وعندي صدق. ثانيا مفاهيم المراجعة. فقال لي ان المفاهيم بتاعة المراجعة هي المفاهيم اللي بتقوم على التصميم العقلي والذهني، تمام، في التصميمات المستنتجة من الايه من الفرضيات السابقة. يعني من خلال الفرضيات السابقة احنا بدأنا ان احنا نصمم مفاهيم لايه للمراجعة. فقال لي ان انا عندي 5 مفاهيم اساسية على الاقل يمكن تحديدها ايه في مجال المراجعة. اول حاجة وهي السلوك الاخلاقي والاستقلال والعناية الواجبة وأدلة الإثبات. يبقى أنا عندي كام حاجة؟ 5 عناصر أو 5 مفاهيم أساسية لمجال المراجعة. تالت حاجة وهي مبادئ المراجعة. فقال لي ان المبادئ بتاعة المراجعة دي ليها ركنين اساسيين. ايه هما الركنين؟ عندي الفحص وعندي التقرير. فقال لي ان انا عندي مبادئ المراجعة، اول حاجة فيها اللي هو ركن ايه الفحص. طيب اول حاجة في ركن الفحص اللي هي مرتبطة بالمبادئ بتاعة المراجعة، مبدأ التكامل ايه او الادراك. طب ايه هو مبدأ التكامل او الادراك الرقابي؟ اني اكون على معرفة تامة بطبيعة احداث المنشأة واثرها ايه الفعل. تاني حاجة عندي وهي مبدأ الشمول في مدى الفحص الاختباري. مبدأ الشمول جاي من كلمة ايه الشامل، ان انا افحص جميع اهداف المنشأة سواء رئيسية او فرعية، واجمع كل التقارير بتاعتي بحيث اني انا ابقى لميت بكل المعلومات اللي هتفيدني اقدر احدد بيها المركز المالي، واذا كان ده في ربح او خسارة. كل ده مهم بالنسبة لي. فيبقى انا عندي مبدأ التكامل ان انا اكون على معرفة تامة بطبيعة احداث المنشأة، ومبدأ الشمول ان انا افحص كل الاهداف بتاعة المنشأة، مش الرئيسية بس، لا الرئيسية والايه والفرعية. تالت حاجة وهي مبدأ الموضوعية في الفحص. طب يعني ايه مبدأ الموضوعية؟ فبيقول لي ان ضرورة الاقلال الى حد اقصى، الى اقصى حد ممكن في التقرير الشخصي. يعني المراجع ده بيعمل تقرير شخصي، انا لقيت الخطأ الفلاني هنا ولقيت خطأ هنا وخطأ هنا. هل اكتب اخطاء بس؟ لا، لازم ان هو يستند الى كافة من الادلة علشان تؤيد رأيه وتقول ان فعلا في اخطاء، تمام، وعشان يبين ان اوقات
ممكن اقول خطأ، ولما ارجع للادلة او القوانين او المعايير اللي انا برجع ليها، اما ارجع ليها ممكن ما تبقاش خطأ، فوقتها هتحصل خطأ ايه كبير، ان انا شككت في المحاسبين اللي تحت ايدي. فبالتالي لما اجي اكتب خطأ ابقى متأكد من الخطأ ده واكتب الايه الادلة ضده. رابع حاجة وهو مبدأ فحص مدى الكفاية الإنسانية. يعني ايه مدى الكفاية الإنسانية؟ هو بيقول لي إن لما بيجي المدقق أو اللي هو المراجع ده يجي يراجع الحسابات، طبعا هو بيراجع بان هو بيبقى عنده مبدأ التكامل وعنده مبدأ الموضوعية وعنده مبدأ الشمول، فهو بيدرس كل حاجة حول المنشأة فبيبدأ بقى يقول نظام القيادة كويس والسلطة والحوافز وكل الحاجات دي. فده مؤشر الكفاية، ده هو المؤشر المناخ السلوكي للمنشأة. يبقى كده عندي ركن الفحص، عندي مبدأ التكامل، مبدأ الشمول، مبدأ الموضوعية، ومبدأ الكفاية الإنسانية. طيب هنتكلم بقى عن الركن التاني وهو ركن التقرير. أول حاجة وهي مبدأ كفاية الاتصال، فبيقول بيشير إلى مراعاة إن التقرير بتاع المدقق بتاع الحسابات أو مراجع الحسابات، إن التقرير بتاعه تكون أداة لنقل المعلومات لكافة المستخدمين اللي موجودين في المنشأة، طبعا بصورة حقيقية وبأدلة كافية تثبت إن التقارير دي صحيحة. طب تاني حاجة وهو مبدأ الإفصاح. يعني إيه مبدأ الإفصاح؟ بيشير إلى مراعاة أن يفصح المدقق عن كل ما شأنه توضيح مدى تنفيذ الأهداف للمنشأة. يعني إيه؟ يعني إن التقارير بتاعة المدقق دي لازم تكون موضحة كل أهداف المنشأة، وبتظهر المعلومات بتاعة الأدلة بتاعة المعلومات المالية، وكمان بتبرز جوانب الضعف، وكمان بتزود أو يعني زي ما بيقولوا كده انها بتعلي من الرقابة الداخلية والمستندات والدفاتر. لما يبدأ يفصح عن كل حاجة موجودة في المعلومات المالية، مش مثلا يخبي او حاجة كده، بيوري الجوانب بتاعة القوة وجوانب الضعف، فيبدأوا ينهوا على الجوانب بتاعة الضعف. مبدأ الإنصاف. طيب من اسم كده إن هو بينصف، فبيقول إن محتويات تقرير المدقق أو اللي هو المراجع تمام لازم أن تكون منصفة لمين؟ لكل المرتبط بالشركة، من مستخدمين، من العملاء، من اللي هم الناس اللي بيتعاملوا نفسها في المنشأة، سواء داخلية أو خارجية. يبقى مبدأ الإنصاف اللي هو زي مبدأ المحايدة، إن هو يبقى محايد للجميع. مبدأ السببية باين من اسمه ان هو يشمل التقرير تفسير واضح او ادلة واضحة لكل تصرف غير عادي، وطبعا ان هو يكتب كمان تحفظاته، وبرضه بيقترح اسباب ان هو يعالج بيها. رابع حاجة وهو معايير المراجعة، فبيقول لي من خلال المعايير دي هي اللي بتحكم عملية المراجعة تمام، واللي بتكون من خلاله انه بيخلي المراجع بيستخدم كل الاجراءات للوصول للاهداف الواجب تحقيقها فين؟ في المؤسسه. طيب فقال لي انا عندي 3 اقسام اساسيه في المعايير ومتعارف عليها. اول حاجه وهي المعايير الشخصيه، تاني حاجه وهي المعايير الميداني، تالت حاجه وهي معايير قواعد وضع التقارير. فاول حاجه هي المعايير الشخصيه، فبيقول لي المعايير دي بتحتوي على الصفات الشخصيه للمدقق الحسابات، وبيكون من 3 معايير. المعيار الاول هو التاهيل العلمي والعملي. التاهيل العلمي اللي هو الدراسي، والتاهيل العملي اللي هو الخبره المهنيه. فقال لي ان انا ممكن اربط ما بين المعايير اللي فوق دي اللي هو التأهيل العلمي والعملي تمام، من خلال ان انا هعمل جدول محاسبين او المدققين تحت التمرين، واعمل جدول للمساعدين، وجدول الخبرة العملية في مجال الممارسة، والتدريب الكافي اللي هو الرسمي وغير الرسمي. كل دي بتبقى داخلة تحت بند المعايير اللي هي التأهيل العلمي والعملي اللي هو المعيار الأول. تاني معيار عندي وهو قاعدة الاستقلال، فجاية من معناها ان يكون في محايدة من ناحية المراجع في ابداء الرأي الفني بتاعه. فانا عندي ناحيتين للاستقلال. قال لي النوع بتاع الاستقلال المهني، وهو ان انا مادام انا درست المعايير والمفاهيم والفروضيات بتاعه المراجع، ان انا امارس المهنه بتاعتي، واللي بتحكمني المعايير بتاعه المهنه بتاعتي، لا هي رقابه ولا هي سلطه عليا تمام. طيب بعد كده عندي اللي هي الاستقلال اللي هو الخاص اللي هو المدقق نفسه. يعني ان انا ابدي الرأي الفني بتاعي بدون ما يبقى في حد، بدون ما يكون في انحياز لرأي حد. يبقى عندي قاعدة الاستقلال عندي 2، عندي الاستقلال المهني وعندي الاستقلال الخاص بالمراجع نفسه. وكده تالت حاجة وهو المعيار التالت وهو العناية المهنية الملائمة. فيعني يعني ان بيقوم المدقق بدرجة كافية
فان هو لازم يكون على درجة كافية تمام من دقة العمل بتاعه، ودايما يسترشد بايه، بالحاجات القانونية اللي هو درسها تمام. فبالتالي ان هو بيكون عنده فحص انتقادي لكل مستوى من مستويات الاشراف على العمل. مش معنى فحص انتقادي ان هو بيبقى مستقصدهم، لا، يعني هو جاي علشان يطلع الاخطاء، لو في اخطاء هيطلعها ويطلع قدامها ادله، مفيش اخطاء خلاص بيكتب ان هي صحيحه 100%، او مش 100% هيكتب انها صحيحه، ويقدر اللي هو يعتمدوا عليها ويطلعوا عليها ايه، قرارات. كده احنا خلصنا المعايير الشخصيه، وهم كانوا 3. عندي اللي هو عندي المعيار الاول واللي هو كان التأهيل العلمي والعملي، عندي المعيار التاني وهو كان قاعدة الاستقلال، المعيار التالت واللي هي العناية المهنية الملائمة. طيب تاني حاجة بقى المعايير العمل الميداني. فقال لي يعني ايه العمل الميداني؟ المعايير المطبقة والمعتمدة ميدانيا في تطبيق المراجعة. فأول حاجة عندي وهي المعيار الأول وهو قاعدة التخطيط السليم للعمل والإشراف الملائم مع المساعدين. فبيقول لي أولا إن أنا بختار المساعدين المناسبين علشان ينفذوا لي عملية التدقيق والخطة ملائمة. يعني أنا بعمل خطة كمراجع وبختار مساعدين يساعدوني، يعني جهزوا لي وليكن مثلا الدفاتر الخاصة بكذا، المعلومات كذا تمام. فمسؤولية القيام بقدر كافي من التخطيط المسبق تقع على المين، على المدقق اللي هو المين، المراجع. يبقى على المراجع ومساعديه تمام. وليه؟ لاني انا لما اقوم باعداد برنامج للتدقيق كويس جدا اعرف ايه المطلوب مني ان انا اراجعه بصفة دورية، وايه اللي ممكن اراجعه يعني بعد مدة طويلة. فقال لي وتحتاج عملية التدقيق إلى تخطيط دقيق ومتابعة، فينبغي تخطيط ومتابعة عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وفحص وتدقيق مستندية، وعمليات تحقيق الأصول والخصوم عشان برضو أبين مركز المالي من هو إذا كان ربح أو خسارة. وكمان أنا لما أعمل كل الحاجات دي الضريبة بتخرج عليها، يعني أنا لو معلي نسبة الربح فبالتالي الضريبة عندي أكتر، ولو بعلي نسبة الخسارة فالضريبة عندي بتقل، أو العكس تمام. فبرضو المراجع بيبقى ليه صفة يعني مهمة جدا بالنسبة للناس بتوع الضرايب. هنقف عند نص الفصل التاني، وبإذن الله الفيديو التاني هنعمله بقية الفصل التاني علشان بس نصغر وقت الفيديو تمام. لو اي حد عنده اي اسئلة يبعتها في الكومنتات وان شاء الله هجاوب. ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت وشير.